دي الشرج اللي بيحصل بعد العمليات الجراحية. في العمليات البواسير بالذات الدرجات المتقدمة الثالثة والرابعة لما بتتعمل بالجراحة، أو أنواع الناسور الشرجي لما بيتعمل بالجراحة بيسبب جروح مكانه كبيرة، والتئام الجروح ده ممكن يسبب ضيق بالشرج. علاج الضيق الشرج اللي بيحصل نتيجة العمليات ديت الليزر، أفضل حاجة ليه الليزر. بنقدر نعدل بيه تماما الأنسجة اللي حصل فيها تليف، ونرجع اتساع الشرج بنسبة كبيرة جدا للوضع الطبيعي اللي كان موجود قبل العملية. ما ينفعش تصليح الشرج اللي بيحصل نتيجة دي العمليات الجراحة ان هو يتصلح بجراحة تاني، مش هتحل الموضوع. الليزر هو افضل علاج ليها. في انواع دي شرج تانية زي ما شرحنا قبل كده بتحصل مع الشرخ الشرجي المزمن، ده علاجه برضو ان احنا بنعمل عملية الشرخ وبنصلح الضيق المصاحب ليه بالليزر، والعملية بتبقى بسيطة ونسبة نجاحها عالية جدا، بتوصل تقريبا يعني فوق 90% في معظم الحالات، حتى لو كانت حالات صعبة. عمليات كتيرة تمت ونسبة شفاء عالية جدا فيها. نتمنى الشفاء لجميع المرضى. معاكم دكتور أكرم بلاد، استشاري الجراحة العامة وجراحات الشرج والقولون وعلاج أمراض الشرج بالليزر.